ناصر يقول الشيعة تصلي على التربة والسنة ما يصلون على التربة، وين المشكلة والنبي واحد؟ جميل. أنا أرجو الأخ ناصر أن يراجع بعض الأحاديث اللي ينقلوها السنة أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله على ماذا كان يصلي. الرسول كان يصلي على الزولية، الرسول كان يصلي على السجادة، على شنو كان يسجد الرسول؟ ابحث على أن الرسول كانت لديه ماذا؟ مثل الخوص كان يصلي عليه. ليش؟ لأنه الرسول قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض يعني سطح الأرض، تراب يعني مكان سجود ومكان تيمم، طهور يعني تيمم. فإحنا عندنا في فقه رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجوز السجود على كل ملبوس ومأكول. هاي الزوالي هذه الفرش مصنوعة من الصوف، هذا ملبوس أو فاكهة أو أكل ما يصير.